السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي متابعين ديالي العزاز الغاليين. اش اخباركم؟ ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال احسن الظروف. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الجزء الثاني ديال العراضه اللي درت. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم اللحم بالفواكه الجافه. ان شاء الله غادي نخليكم مع العناصر ومع الوصفه ومع العناصر ومع طريقه التحضير والعناصر اللي غادي نحتاج فيها ان شاء الله لهذه الوصفه تاع اليوم. يلا نخليكم ان شاء الله تكتشفوا الوصفه من الالف للياء، وان شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخير، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعليق المحفزه الزوينه بحالكم اللي كتفرحني. الله يفرحكم بما تمنيتوا. يلا نخليكم ان شاء الله الوصفه ان شاء الله اللي غادي نجد اليوم مريقه باللحم. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ اللحم بعد ما غسلته الكميه اللي نتوما بغيتو. المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم انا غير الطريقه ديالتي. تبارك الله كلشي تيعرف كيفاش يطيب، وكل واحد كيعرف كيفاش كيوجد الماكله في دارو. المهم اللي كيف ما كنقولوا كل واحد خيره في دارو. ان شاء الله غادي ناخذ اللحم بعد ما غسلته، غادي ندير ليه العطريه اللي خاصه. غادي ندير معلقه صغيره د البزار، ومعلقه كبيره ديال سكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم. تا هو غير الخرقوم عرق مدقوق على اليد. كيف ما كتشوفوا كندير العطريه كامله اللي غادي نحتاجها. وعندي عويده ديال القرفه. ما كنديرش انا القرفه مدقوقه، حيت القرفه اللي كنطحونها كتكحل المرقه ما كتعيش زوينه. المهم ديروها عواد حسن. واحد الضويمه ديال الزعفران، ديال زعفران الشعره. اللي عنده كيف ما كنقول لكم اللي عنده زعفران الشعره طبيعي يديروه، ما يكونش كاع ما كان محسن منه. واللي ما عندوش راه كيقضي بهاد الضويمه حتى هي راه كتقضي الغرض. كتعطي شويه ديال المذاق، شويه ديال اللوين، وشويه ديال الملح، القياس ديال الملح باش ما يجيشكم المرقه مالحه. ايوا ونحرك مزيان. اللي بغى يشرملو في شي انيه يشرملو هو الاول، ولا في شي بول ولا شي حاجه يشرم اللحم عاد يديرو في الكوكوط. انا كندير كلشي دقه واحده، كنشرملو كلشي في الكوكوط. كما كتشوفوا كنشرملو مزيان، تدخل مع ديك الشرموله. وكنزيد نشلض عليه واحد جوج بصلات كبار. باش ما درتي البصله راه كتكون الدغميره زوينه، كتكون الدغميره زوينه وخاطره. المهم صافي نشرمل انا اللحم ونشلض عليه دوك جوج بصلات. ودائما اللحم اللي كيكون غليظ فيه العظم تتوالي لتحت باش ما يتحرقش. اللحم اللي كيكون رقيق ترديه الفوق. المهم صافي غادي نشلض انا البصله. انا كنشلضها غير باليد، حيت هذه مازال تابعها ان شاء الله. تابعها بنصفيها ان شاء الله، نصفي المرقه غادي تجي مزيانه. اللي بغى يدوزها في الهشوار يدوزها في الهشوار. انا كنقدر نشلضها غير باليد حيت عارفه راسي غادي تابعها الخدمه. صافي غادي نشلض هذوك البصلات بشويشهم فوق من اللحم ونرجع معكم. انا القزبر ما كنديروش، هو المعدنوس اللي بيديروا يديروا مربط ولا يديروا اللي يعجبكم. صافي دابا غادي نحركهم مزيان. عاوتاني نشربوا مع هذيك البصله ثاني كيف ما كتشوفوا. صافي امر تعمل ما كاين داكشي. وصافي غادي نزيد ندير شويه ديال الزيت، شويه الزيت الروميه وشويه الزيت البلديه. ايوا صافي وغادي نمرق ان شاء الله بلا ما نحتاج. انا ما كنحتاجش كاع. اللي بغى يشحر اللحم يشحرو، انا ما كنشحروش. المهم كندير كلشي في خطره وندير الزيت ونمرق ونسد عليه الكوكوط ونخليه يطيب على خاطرو حتى يطيب مزيان. وان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي يجي. واللي وصل حتى لهنا ما تنسونيش من اللايك كيف ما كنقول لكم، ومن التعليقات المحفزه اللي كتفرح. الله يفرحكم. ونبارطاجي بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. والحمد لله حنا ما غاديش نبغي نوريكم زعما اش كندير. هذا بغي نشاركو معكم وتعرفوا الطريقه ديال كل واحد كيفاش كيدير الحاجه. المهم نستافدوا من بعضياتنا وتكون النتيجه مرضيه وتكون حاجه بنينه وزوينه. المهم عندنا عندي كما كتشوفوا عندي الفواكه الجافه، عندي الاناناس والكيوي، وعندي المشماش. ما غاديش ندير البرقوق، ما غاديش ندير شي حاجه اخرى، غير هادشي هو اللي غادي ندير. غادي نشدهم نديرهم في الكاسرونات، غسلتهم كيف ما تشوفوا غسلتهم. وغادي ندير لهم السكر. صافي ما ندير لهم لا قرفه لا والو، غير السكر صافي يتعسلوا فيه. انا المشماش هادي عزلته بوحدو باش يتعسل بوحدو، المشماء وهذا هو الكيوي والاناناس يتعسلوا بوحدهم. يا هما كيف ما كتشوفوا هما كيتعسلوا دابا يطيبوا ويتعسلوا في نيت فماهم. ما نحتاجش نبدل عليهم الماء ونخليهم على جنب، نخليهم يطيبوا ويتعسلوا. ندير السنيده اليوم بجوج، لا لهذا ولا لهذا، ونخليهم يتعسلوا على خاطرهم. ما تحتاجوش ديروا ليهم شي حاجه. حتى هذا كاين اللي
المشماش يتعسل في عصير الليمون، انا ندير غير الماء صافي، والسنيده ما ندير لا قرفه لا حتى شي حاجه باش ما يتبدلش لهم اللون ديالهم ولا لوغو ديالهم ما يتبدلش، يبقاو في المذاق ديالهم. ايوا صافي، هو هذا اللحم دابا غادي يكون طاب ليا. غادي نشدو كيفاش كندير ليه، تنشد هذيك البصله كندوزها في الشبكه وتنبقى نبعكها هكا بالمغرفه حتى تنبعك مزيان وتصفى، ويبقاو حتى لا كانوا شي عظيمات كيبقاو في الشبكه، ما كيبقاوش يصدعوا الانسان في صدروسو. صافي من هذه الساعه غادي نردها تغلى مزيان صافي، ونحط لغدا ان شاء الله غادي نحطو مريقتنا. صافي هذه اللحيمه طابت تبارك الله، الزبده والمريقه خاتره ملبيه، وصافي غادي نحط دابا لغدا ان شاء الله للناس. نتمنى تعجبكم الطريقه ديالتي، تصدقوني راه كتجي زوينه وتيجي بنين وتجي المرقه خاتره وزوينه. ما نحتاجش نشكرها لكم، راه كلشي باين على باين قدام عينيكم. صافي دابا نكمل ان شاء الله الحطه ديال الغدا، ونزوقوا بدوك الفواكه الجافه المعسله، واللي كتحم تسمح لينا واللي كتشهى تسمح لينا، وراه حنا غير بغينا نتشاركوا معكم داكشي اللي كنوجدوا في ديورنا، والخير كل واحد راه خيره في دارو. وسمحوا لينا بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى الكومونتيرات الزوينه اللي كتخليو اللي كتخلوا ليا اللي كتخلوا ليا وكتقولوا في حقي، الله يجازيكم بخير ومردود عليكم ان شاء الله في ساعه الخير. صافي دابا كملت الحطان ديال الغدا، غادي دابا غادي نحط عليه نحط عليه الفواكه، ناخذ المهم داكشي باش غادي نخدرو ان شاء الله. المهم غادي نسحل التبصيل الجناب ديالو ونقاد عليه فوق منه داك الفواكه كيف ما قلت لكم، الكيوي والاناناس وداك المشماش حتى هو معسل. المهم هانتوما كتشوفوا كلشي قدام عينيكم وما خبينا عليكم والو، هادشي اللي كاين تنوجدوه هو هذا، كل نهار ورزقه، نوبه هكا نوبه هكا، كل نهار ورزقه. والله يدومها علينا نعمه وتحفظها من الزوال يا ربي امين، وتعطينا الصحيحه باش نكونوا باش نستمروا باش نكونوا مع وليداتنا ومع واللي بغى شي حاجه الله يقدمها لي والله يجيبها لي، واللي ما فيها الخير الله يبعدها علينا وعليكم ويبعد علينا كاع اللي هي خايبه الله يبعدها علينا وعليكم يا ربي امين، قد ما بعدت الارض السما من الارض. صافي دابا كملت من التزيين ديال التبصيل التبصيل، نتمنى يعجبكم التزيين اللي درت، صدقوني راه كيجي زوين وكيجي بنين. الطريقه ديالتي نتمنى تجربوا الطريقه ديالتي وتردوا عليا الخبر. هكا كيجي التبصيل وهكا كتجي اللحيمه، لا بالنسبه للحم البقري ولا اللحم ديال الغلمي، نفس الطياب نفس الشيء. وهذا الشيء اللي كاين، والله يدومها علينا نعمه وتحفظها من الزوال. والتبصيل ديالها هكا كيجي، والمريقه هي هذه راه كتجي ملبيه وخاتره. وكنتمنى تعجبكم الطريقه ديالتي، ولا كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله وفي وصفه اخرى على القناه ديالي، قناه شهوات اقتصاديه مع امينه. صافي ان شاء الله بنشارك معكم، شاركت معكم غير نهار النظيفه ان شاء الله. هذه دابا الديسير اللي قدمت للناس، الديسير كيف ما كتشوفوا الديسير عادي. ايوا صافي ما صورتش كلشي، ما صورتش لكم الخبز، ما صورت لكم المناضه، ما صورت هادشي، المهم صورت غير هادشي اللي كيف ما كتشوفوا. صورت البسطيله راه شفتوها في الفيديو السابق، واللحم مع باش ما يكونش الفيديو طويل، واللحم والديسير خليته درت لهم فيديو ديالو بوحدو. ايوا هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.